مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ ادي مفاتيح المحل. اوعي والله لو اوريكم. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجربه ونشرف عليه بنفسينا. الحمد لله على السلامة يا معلم سعيد. الله يسلمك. اساعدكم ازاي؟ خليك زي ما انت. 5 دقايق بضاعه تبقى في المحل. لكن لو عاوزاه جوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا، يبقى خلي المخزن اللي بعدين. يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فاضي. يلا. البضاعة دي شاريها نقدي ولا بالأجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على أي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعه في السوق وانا تربيته ويبقى حالنا ماشي. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل. الحال مشي معاه بقى عالي العال. كله اخلاص. كويس ابن المرحوم. دي كلب. المرحوم خلف 3 سحالي. بنت يا وفاء، انت يا بنت. في إيه يا عم؟ عايز حق في الورشه. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قلة الأفيون بتخلي البني آدم يخطرف في الكلام؟ انت بتقولي ايه يا بنت؟ بتقولي ايه؟ واحد لا راجل يا طيب، دي بنت اخوك. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زباله. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربه. البضاعة اللي كنا شارينا بالاجل سددنا الثمن، والكهرباء مدفوعه والاكرامات اتسددت، وده حقكم. 1960 جنيه مكسب صافي. واجرتك يا سعيد؟ يعني ما جبتلناش سيرة اجرتك؟ أيوة، ما أنت لازم يبقى لك ماهية وكده يعني. انا يعني هعمل ايه بالمهيه؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وانا عندي 8 سنين. لا، المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس، وكل واحد أولى بحق. شوف، يا نتفق على اجر معلوم يا تاخد نسبة من الارباح. ها، ايه يرضيك؟ اي حاجه، اي حاجه تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها على طول. طب بالاذن انا عشان عندي شويه شغل في المهد. مع السلامة. ليلتك بتفتح. احنا هنتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. صباح على خير. ازيك يا راجل يا عترة؟ اهلا معلم عصران، اتفضل. الاستباحه بتاع المعلم عصران. يالا خلي عنك انت. دودو، نور القهوه يا معلم. فنجان قهوة سادة للحاج فتحي. وانا الشيشة، وغير كده مفيش. عشان عندي دي حاجة حلوة. عاوزك تعدل دماغك، تظبط نافوخك. دي نفحه كبيره قوي يا معلم. انا بحب اجيب من الاخر. انا جاي وطالب ايد بنت من بنات اخوك الله يرحمه. انا فيهم. اللي تقول احنا رمية يا راجل يا معفن يا رمة. مترمينا الراجل معفن زي ده. رد تقولوا بقى حشيش وافيون. عارف لو شفت وشك هنا والله اوريكم، والله اوريكم. كنا محتاجين راجل وسطينا،
كل واحده فينا كانت بتتمنى راجل تعيش في ظله، ويمكن لا بعد اذنك، كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند، وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل. يعني احنا انا هقطعك تاني يا صفاء، الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تختشي منها؟ طبعا يا استاذ، احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس، وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا. يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا. يمكن عشان عمي افيونجي، الله اعلم. ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركه عبيطه متقسمه على 3 بنات. مش عارفه، بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحته مكمورين كمرة الفول المجمس، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل، بيبقى حمايه ليه. عاوزه اقول لكم على حاجه، بس خايفه يركبكم 100 عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفاريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله. احنا الثلاثه ولايه، يعني هنبقى ملطشه للقريب والغريب. لازم نتجوز. لا مؤاخذة. جرى ايه يا صفاء؟ يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ ده خدام عندنا. كام؟ دلوقتي هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد. كده ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره اسود من قرن الخروب لو كان لمح بحاجه زي كده. الجدع حافظ مركزه وعارف حدوده كويس. انا بس قصدي ان احنا اللي محتاجين. وبعدين ما احنا طول عمرنا معاه. على فكره بقى، احنا بقينا في زمن لا فيه لا كبير ولا صغير، وهو لو اتجوز واحده مننا اكيد هيعيش وسطينا وحافظ علينا اكتر، واللي يخاف على مالنا اكيد هيحطنا فوق راسه. حبيبتي لو عايزاه اتجوزها انت، لكن انا مش احنا اللي هنختار، هو. يعني نقف قدامه احنا الثلاثه ونقول لنا اي واحده فينا؟ لا، بس انا قصدي لو وافقتوا على المبدأ يبقى نبطل بقى نتعامل معاه على انه اقل مننا او انه شغال عندنا. بصي، من النهارده مش هشوف وش تاني اصلا. انت ما حدش اجبرك على حاجه، انت غاويه سين. استني بقى عريس شبه عمرو دياب ولا محمود عبد العزيز وابقي اتجوزيه. وعلى فكره هو كده كده هيتجوز، وساعتها بقى ما حدش عارف هيفضل امين زي ما هو ولا اراد المحل كله هيروح لمراته.
مش عوايدكم. معلش بقى كنا مقصرين شويه. بعدين ما انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت،